سلام البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير، اموركم مزيانه. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. المهم اليوم غداتنا غادي نشاركها معكم. هنايا سلطه ولا شلاضه. المهم درت فيها حبه ديال البطاطا كبيره قطعتها مرصوات مع شويه اللوبيا وخيزو حتى هو مقطع مرصوات رقاق والرز. غسلت كلشي مزيان، غسليه مزيان من النشا ودرتو هكا يتسلق مع الماء والملحه. بعد ما تسلقوا سقطرتهم. غادي نزيد ليهم البزار ونص حبه، نص عصير حامض عفوا، زيت الزيتون والثوم ومايونيز. غادي نخلط كلشي وغادي ندخلها الثلاجه تبرد وندوز العصير خديت هنايا حامضه نقيتها هكا من اللب كامل، حيدت ليها العظام، جوج بنانات ديجا مكونجلين وجوج حبات ديال التفاح وجوج مشماشات. غادي نطحن كلشي بالماء بارد. يمكن لك طحنيه بعصير الليمون. وبالنسبه للسكر على حسب الذوق. كتشوفوا عصير كيجي عاقد وكيجي زوين ومنعش. صراحه زوين لهاد الصهد. ودابا غادي ندوزو الكبده مشرمله. بالنسبه للكبده درتها تسلق مع شويه الماء وشويه الملحه وريقات ديال الرند وشويه الزعتر. من بعد ما تسلقات غطلعت فيها الغليه، حيدتها من الماء قطعتها، زدت ليها ربع معدنوس قزبر مقطعين، كمون، تحميره فيمي، بزار، خرقوم، سكينجبير. غادي نخلط، غادي نزيد ليها شويه زيت الزيتون وغادي نخلط مزيان هادشي وغادي نخليها مرقده. غادي ناخذ واحد جوج حبات ديال البصله، هنا درت بصله صغيره، يمكن لك ديري الا كانت بصله كبيره ديري غير وحده، مع ضريس ديال الثومه. غادي نديرهم شويه شحر في شويه الزيت حتى تهبط البصله. هنايا هبطات البصله، غادي نزيد ليها ديك الكبده اللي كانت مرقده في العطريه وغادي نشحرها. ديجا البصله طيبه والكبده طيبه دغيا كتوجد. صافي كانت هذه هي الكبيده مشرمله كتجي زوينه. هذه شلاضه من بعد ما بردات حتى هي كتجي زوينه وصيفيه لهذا الوقت صراحه، ومع شويه ديسير والعصير حتى هو كيجي زوين. كان هذا هو غدانا. قلت غادي نشاركو مع البنات. شحال هذه ما شاركت معكم حتى فيديو في القناه. نتمنى الفيديو يعجبكم. سلام عليكم.